حضرتك وامك عايزين عريس يكون معاه فيلا وعربية او شقة وعربية وشغلانة حلوة ومركز وبتاع، وكمان عايزاه يحبك ويجيب لك. طيب، هو لو عنده الشقة والعربية والفيلا ويجيب لك ويعمل لك، هو اساسا هيكون مشغول عنك بالحاجات دي. يعني مش هيبقى فاضي ان هو يحبك، اساسا هو مشغول انه يعمل فلوس، مشغول انه يحافظ على الفلوس اللي معاه، لكن مش هيبقى فاضي ان هو يحبك. وبعدين انت مين عشان يحبك؟ انت معاكي ايه عشان هو يبصلك او يحبك؟ يعني هو اللي معاه فلوس هيبص لواحدة معاها فلوس زيه، نفس مستواه. مش هيروح يبص لواحدة اقل منه ويعليها بقى. يعني يجيب واحدة مثلا، انا مثلا من مصر الجديدة مثلا، يعني اروح اتجوز واحدة من كفر دعبس مثلا. ما هو انا هتجوزك ليه؟ معلش. دلوقتي انت كأم وكزوج وكبنت، دوري على العريس اللي بيصلي. ما حدش، انت ممكن تقول له انت معاك فلوس كام، بتقبض كام، عندك شقة ولا لا، عندك عربية ولا لا، لكن عمرها ما سألت، او اي ام سألت او اب سأل اذا كان الشخص ده بيصلي او عارف ربنا ولا لا، بيبقى متواجد في الجامع ولا لا، بيشتغل وبيتعب في الفلوس ولا لا، بيجتهد ولا لا، سمعته ايه مع الناس، بيشتم ولا لا، بيشرب حشيش ولا لا، بيشرب سجاير ولا لا. كل ده ما تسألش عليه، لكن تسأل انت معاك فلوس قد ايه، تسأل عندك فيلا ولا عندك عربية ولا عندك شقة ولا هتصرف عليها فلوس قد ايه، هتجيب لها ايه. تلاقي كل واحد عايز شقة بكذا وعايز ومواصفات خيالية، كأن هي الأحلام اللي أبوها ما قدرش يحققها لها، العريس ده هيجي يحققها لها. هي عايزة مصباح علاء الدين،